ماروكو وهي الجزائر. أكثر دولتين متقاربين باللغة، اللهجة، تبارك في دارك كما نقول، ثقافة، تاريخ، الحاضر والماضي. دولتين فيهم من الموارد ما بيجعلهم دول عظمى، ولو اتحدوا راح تكون قوة مخيفة لأوروبا. بتشاركوا بالحدود، تقدر تعبروا الحدود من ليبيا لتونس ومن تونس للجزائر، ولكن لما توصل لهون حدود الجزائر والمغرب تلاقيها مغلقة، ولو حاولت تطلع بالطيارة لازم تروح على دولة ثالثة ومنها للمغرب. المغاربة ما بيحتاجوا فيزا للجزائر، وكمان الجزائريين نفس الاشي. شعوب بيحبوا بعض كثير رغم اللي بنشوفه احيانا من تشويه على السوشيال ميديا. من سفري لهالدولتين مخالطتي مع الشعبين بقدر اقول انهم تقريبا دولة واحدة. وخاوة معناها إخوة، ولكن ليش حدودهم مغلقة؟ الجزائر هون، المغرب هون، خطوتين بس. احساس يعني بحس احساس غريب. هذه مروكو، هذه ألجيريا. حدود الجزائر والمغرب، هون هو الحدود. اوكي، شايفين اللوحة اللي خلفي؟ هاي حدود الجزائر المغرب. طلعوا اللوحة، هاي مدينة وجدة هيك ولكنها مغلقة. هذا ايش اللي قدامنا؟ المغرب. نحن عند الحدود الجزائرية المغربية. في ناس هنيك. نحن عم نشوف سيارات في المغربية عم تمر بالجهة الثانية. كثير إحساس غريب. إخوة يفرق بين الضفتين خندق وسلاك شائكة. صحيح، قال لي يهديك. شو قال لك؟ يهديك ويصلح بالك. هو العطس. عطس. والآخر قال له يهديك ويصلح بالك. يعني من هون سمع عطسته والآخر جاوبه يعني عليها. How close is Morocco? نقفز هون. يعني after we'll be in Morocco. Imagine just this. ايه في ناس يجوا يلوحوا في الصيف، يعني كنت اشوف كثير ناس يجوا هون يوقفوا من هنيك يلوحوا لنا. وانتوا تلوحوا لهم؟ ايه يعني شعور يعني سبيشال، شعور مميز. ما بعرف كيف اوصف لك هذاك الاحساس اللي تحسه لما تشوف واحد من بلد ثاني، يعني على هذه المسافة عم يلوح لك. بس تعبر هاد تقدر تمشي مشي، ولكن في سياج هناك. قفزة واحدة، خطوتين ولا انت في المغرب. فبيجوا ناس هناك بلوحوا وبيجي ناس هون بلوحوا، لانه كمان في عائلات. في الشبكة الآن عم تأشر لي أنها شبكة مغربية مو شبكة جزائرية. هاي كلهم شعوب واحدة، شعوب المغرب العربي. كان الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين وتركها دون ترسيم. أدى هذا الخلاف والأسباب مختلفة إلى إغلاق الحدود ما بين البلدين 1994 وإلى قطع العلاقات الدبلوماسية 2021. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، وما بنتمنى إلا نشوف الخير بينهم، يكونوا إيد واحدة، خاوة، إخوة بالله. مرحبا بك خويا، تفضل. مرحبا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في عطارة بيت المقدس مدينة مغنية. مغنية معروفة بليزيبيس لخاطر منطقة حدودية مع المغرب، ومن المغاربة الحدود كانت مفتوحة، كانوا يجوا عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صوالح حنا ندوم عندهم صوالح. عادي جدا، تحسب كما نقولوا بلد واحد، ما كانش يفصل بيناتهم حدود، تدخل عادي جدا، تحسب راك في دارك كما نقولوا، تفطر هنايا تتقهوى لهيه.
قوالها تفطر هنا عادي جدا. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب بقاو خوت. هاد العلاقات توترت كيما سياسيا كيغلقوا ما كاش اللي يفوت. كما قلت لك كانت عادي جدا العبور. ومرحبا بكم عندنا حيث الجوده والثمن. وبيت المقدس البيتكم هذا كما يقولوا حانوتكم، احنا غير مسيرين. كان في تجارة بين الحدود المغربية والجزائرية قبل ما تغلق، وكانت قبل 4 أو 5 سنين. يعني كان في ناس تقدر تدخل وتطلع بس طريقة غير رسمية. فراح تلاقي هون كثير من البهارات، محلات البهارات في سوق مدينة اسمها مغنية جنب الحدود. طاجين مغرب. طاجين هي أصلا عبارة عن هذا، شايفين هاي اللي زي القدرة شكلها، بس هي ما هي قدرة، هي اسمها طاجين. فأي أكل بتنحط فيها تسمى طاجين. قرب مدينة مغنية مدينة تلمسان، مدينة ساحرة وتاريخ عريق. اوكي، احنا بعد ما خلصنا من الحدود وصلنا على مدينة تلمسان. قديمة تحسها، طابعها مختلف عن وهران. انت بتمر هيك في وسط المدينة، تلاقي الأسواق والناس، نبض المدينة، فيها حياة المدينة. مدينة تلمسان هي مدينة الألفية، هي مدينة التاريخ والحضارة والثقافة، حضارة ما قبل التاريخ، لؤلؤة المغرب العربي لأنها لؤلؤة بأتم معنى الكلمة. بمعنى لحد الآن مدينة تلمسان وسكان مدينة تلمسان لا يزالون محافظين على العادات والتقاليد. 70% من المواقع الإسلامية الجزائرية توجد في مدينة تلمسان. فيها المغارة العجيبة. هذا مدخل مغارة. مغارة هاي واحدة من الأكبر في العالم. شوفوا في مدينة تلمسان، أول مرة بعرف عنها. هذه المغارات دائما بتزورها في العالم لازم تمشي كثير. هاي على طول نزلنا، وقفنا على البوابة ونزلنا نزول. إذا تعد مغارة ابن عاد من أجمل المغارات في العالم، بطول 145 كيلومتر وعمق 57 متر، تعود إلى ملايين السنة ما قبل الميلاد. الذي متاح للزيارة فقط 700 متر للأسف، لكن هي توصل حتى مغارات الحوريات في وجدة بالمغرب. كان المجاهدين الجزائريين يستعملونها للاحتماء والاختباء. هذه القاعة الرئيسية، ويوجد عدة قاعات ثانوية، بس this is unique. نحن هنا في مركب العباد الذي يوجد به ضريح الولي صالح سيدي بومدين، وشارك في الحروب الصليبية مع صلاح الدين الأيوبي. مرحبا بك ولدي في حي العباد، مكان تاع العبادة وين كان ضريح تاع سيدي بومدين وراه مننا. المسجد الذي بني في 1338 remains in good state. عاصمة المغرب الكبير تلمسان، كاين فاس وكاين القيروان في تونس. الجزائر قارة دمنا سخون، ما نبغيوش الدل ماشي مليح. قال لك من دل بنفسه دل الله به. وحكمت الدولة الزيانية الجزائر لمدة 3 قرون من القرن 13 إلى القرن 16.